السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعدنا والعود أحمد إلى الفريق الوطني المغربي، مفخرة العالم بأسره، والنجاح والانتصار اللي حقوا ليومنا هذا. وإن شاء الله مازال هذه غير بداية، ومازال إن شاء الله الرحمن الرحيم النصر آت بإذن الله. وهنايا معنا أمير قطر اللي كيشجع الفريق الوطني المغربي بطبيعة الحال بكل حرارة منذ بداية المباراة أو منذ بداية البطولة. ودائما حاضر مع المنتخب المغربي، ودائما كيشجعوا يعني صراحة بكل حرارة. حنا هادشي لاحظناه. وهنا غندوزو مباشرة للأسد من أسود الأطلس اللي هو مرابط. هاد اللاعب الشجاع، هاد اللاعب القتالي اللي ما همو لا الألم اللي عنده في ظهره ولا الألم اللي كيحس به، دار حقنة ودار الدواء ديالو ودخل يحارب مع خوتو المغاربه لاجل رفع رايه الوطن عاليا. وهانتم غتشوفوا الفيديو معايا وغتشوفوا كلشي على عينيكم. شوفوا كي ياخذ الدواء قبل ما يدخل مباشره المباراه على ظهره، وهو يعني صراحه داخل بألم شديد وداير الله حقنه دارها يعني بحال قلتو لافاي ولا الامس والغد دار مباراه. وراكم شفتوا القتاليه اللي لعب بها، وشفتوا الحب اللي كان باين عليه، والفرحه اللي تهز بها الفوق من يحبس الهدف اللي كان جاي من طرف البرتغال. صراحه شابور، يعني القبعه ترفع لجميع اسود الاطلس بدون استثناء. ودابا خليكم معايا ندوزوا لواحد الجزائري حر اللي تلاعب به واحد الاردني اللي بغى يضحك معاه واحد برانك. قال لي بانني انا من قناه اسرائيليه. شوفوا الرد ديالو. هذه قناتي انا، قناتي انا هذه. مغربي ديما مغرب. ديما مغرب. الاردن. اي معليش، خافوا من القنوات الاسرائيليه. الاردن. واش انا اسرائيلي. اسرائيلي. مستحيل. لا مستحيل. مستحيل نقدم. روح اردني يا اخي. هيا هون. ابسط. هيا روح. ديما مغرب. ديما مغرب. وتحياتي للجميع، وان شاء الله باذن الله غادي نتاهلوا الاردن. تحياتي ان شاء الله. وللمزاح غندوزو مباشرة للفريق الوطني الكبير المغربي، فخر للأمة العربية، والنشاط ديالو في مستودع الملابس على الموسيقى الأمازيغية. وهذا إن دل على شيء يدل على ارتباط المنتخب المغربي بالجذور ديالو وبالترابي ديالو وبالتقاليد ديالو الأصيلة. قطر يا قطر، علمتي بزاف ديال الناس وعطيتي بزاف ديال القيم، واكدتي لنا بان ان ينصركم الله فلا غالب لكم، كن مع الله يكن معك. فرضتي على الناس الاحترام ديال الدين ديالنا الاسلامي، فرضتي على الناس انهم يحترموا القوانين اللي فرضتي، وعلى انهم يمشيوا على الطريقه اللي بغيتي، وعلى على المسار اللي انت حددتيه في دخول اي واحد البلد ديالك. وحنا كنشوفوا النتيجه، وماشي عف صديقه رونالدو وانما في بزاف ديال الناس. هادشي اللي خاصو ديروا اي دوله عربيه. خاص كل واحد فينا يفتخر بالدين ديالو ويجعلو يعني كانه، ماشي كانه، خاصو يكون الهم الاساسي لكل واحد فينا. وهادشي هو اللي خلى صديقه ديال رونالدو انها تحترم يعني بالهليطريله كما كنقولوا بالمغربي القوانين والتقاليد والدين ديال قطر، وتدخل بلباس محتشم اللي خلى العالم وبهر العالم بأسره التصرف ديالها. كيفاش صديقة رونالدو ديما عريانة جات لقطر واضحة وبشكل متكرر تظهر بها صديقات اللاعبين في المحافل، وجورجينا رودريغرز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو إحداهن، فلطالما استعرضت بإطلالاتها كثيرا، لكنها بدت على غير ذلك هنا. رودريغرز فاجأت الجميع بإطلالة محتشمة وعلى غير العادة خلال دعوة الأمير حمد آل ثاني لها ولأسرتها لمشاهدة المباراة بجانبه. تصرف أدهش الجميع بقدر ما استحسنوه ونال إعجابهم، دل على نظرة حصيفة وحكمة كبيرة منها في تقدير الموقف. صديقة كريستيانو صدرت للعالم انطباعات إيجابية عن شخصيتها وقدرتها على التعامل مع المواقف كلها، وكيف أنها جديرة بالمكانة والشهرة التي وصلت إليها. وأنت، هل تعتقد أن قطر استطاعت أن تجبر الغرب بمن فيهم جورجينا على احترام ثقافتنا العربية؟ جواب يا حبيبتي، نعم، قطر فرضات على الغرب وعلى جميع الناس احترام دولة قطر وجميع الدول العربية. هذا أكيد، وهذا الشيء اللي فعلاته واللي طبقاته جورجينا من الذكاء ديالها طبيعة
لان اي واحد خصو يتصرف بحال هكا، اي واحد دخل لواحد البلد خصو يحترمه ويحترم التقاليد ديالو والديانه ديالو. ومن هنا والدليل على ان قطر على صواب وعلى طريق مستقيم، خليكم معايا وشوفوا واحد الشهاده ثانيه ديال الامريكي جا لقطر اشنو تيقول على قطر. I wish I planned this better. That way I could have gone to more games than just one. Because all the stadiums, they're all within an hour of each other. And I've met people that are going to like 16, 13 games and they've only spent like $1,300, $1,400. But don't believe the media. This place is beautiful. The people are nice. The accommodations are great. The hospitality has been phenomenal. So, and I just got to say, with all the controversy, this has been a really well put tournament. ودائما بفضل قطر وما فعلت قطر في افتتاح المونديال 2022. هانتوما شوفوا مكسيكي آخر يدخل للإسلام، والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I testify that there is no God worthy of worship except for the one true God. That there's no God worthy of worship except for the one true God. Allah. And I testify that the Prophet Muhammad is his final prophet and messenger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So now we're going to officially welcome you as our brother. Thank you so much. And now I'm not just saying this because I just met you. Now I'm your brother for life. Like literally. Like anything. MashaAllah. Now you know, wow. Now you have to support. I haven't feel that love before. Now you have to support Morocco. Thank you, bro. Thank you, brother. Great pleasure. Honestly, you are a brother of my life. Thank you, bro. Taking such a great step, and anything we should do for stand together. Thank you. I really appreciate it. I forgot to tell you this earlier, but now I think you cannot support Brazil. You have to support Morocco. I'm joking. You can still support anything you want. Thank you, bro. You're welcome. It feels really good. You feel good? I feel good. Ah, good. Yeah, I am amazed. You know how